دي أحلى تغفيلة أخدتها في حياتي. كنت رايح أخطب واحدة صالونات واخد خالي معايا، وطبعا العروسة هي اللي بتطلع تقدم الشربات. عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. أنا أول ما شفتها لقيت وشها كله غرقان مكياج وكله أحمر وأخضر. قلت لأبوها أنا محتاج أطلب طلب، ينفع العروسة تدخل تغسل وشها وتشيل الألوان دي؟ كلهم استغربوا، لكن البنت قالت حاضر ودفلت فعلا تغسل وشها، وللأسف لقيتها حلوة برضه وشكلها ما اتغيرش كتير. أبوها قال لي إحنا عملنا اللي انت طلبتوه، دلوقتي بقى ممكن تنزل للحلاق تشيل الاستشوار اللي انت عامله ده وتقص شعرك زي الرجالة. قلت له طبعا ده حقك، ونزلت فعلا حلقت شعري على الزيرو وطلعت قلت له ما انا شلته على الزيرو اهو. قال لي للأسف شكلك لسه عيل برضه، ما عندناش بنات للجواز يا حبيبي. ومن ساعة ما مشيت لحد ما رجعت البيت وخالي عمال يضحك عليا ويقول لي الراجل هزهنا بسبك، بس بصراحة عنده حق، وفضل يتنمر عليا هو وأمي يجي 4 سنين بسبب الموضوع ده.